الحضارة المصرية القديمة من أقدم الحضارات على وجه الأرض، ولها تراث عريق حيث أثر على الحضارات الأخرى. في التراث المصري مجموعات من القيم الثقافية والتقدم التكنولوجي والهندسة واللغة والفن، وقد انتقل هذا الإرث إلى الحضارات المجاورة التي تأثرت بالحضارة المصرية القديمة، مثل مملكة كوش والحضارة اليونانية، ومنها إلى الحضارة الرومانية ثم إلى الحضارة الغربية. وبهذا تكون مصر قد تركت تأثيرا حضاريا بشكل مباشر وغير مباشر على حضارات العالم القديم والحديث. خلقت الحضارة المصرية تراثا عظيم عريق يزيد عن 7000 سنة، ويلاحظ أن المصري حاليا يستخدم ألفاظ وعبارات ويقدم على أفعال لا يعلم مرجعها ولا من أين استمدها، والحقيقة أن هذه الأفعال والألفاظ مستمدة من واقع الحضارة المصرية القديمة، وتنقلت إليه عبر العصور والأزمان والأجيال اللاحقة. هنروح معاكم إلى ركن من أركان الموجودة في مصر العظيمة اللي بتنقل لنا بعض الآثار والتراثات الخاصة بالحضارة المصرية القديمة، وهو المتحف القومي للحضارة المصرية الموجود بجزيرة الفسطاط. يعد هذا المتحف هو المتحف الأول من نوعه في مصر والعالم العربي، إذ يعتبر مجمعا حضاريا عالميا متكاملا على مساحة 33.5 فدان، وهو من أبهى المتاحف المصرية، ويقع على بحيرة طبيعية وهي بحيرة عين الصيرة، حيث يحمل المتحف 50,000 قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية، بالإضافة إلى عرض إنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ. نذهب في جولتنا للتعرف على هذا التراث ومعرفة الأصول الحضارة المصرية القديمة وعلى بعض الآثار الموجودة من المتحف، ونذهب للصلة الرئيسية للمتحف وبها كل عصور الحضارات المختلفة الفرعونية والقبطية والإسلامية والإغريقية بمنظر رائع يليق بهذه الحضارات. مسكن في عصر من قبل الأسرات، حيث ظهرت حاجة الإنسان المصري القديم إلى مأوى يحميه من الدوار المفترسة وظلام الليل، حيث أدخل البوص والطين غير المنتظم في بناء مسكنه. وكانت المساكن عادة تشيد على المرتفعات أو تحفر على هيئة فجوات تحت الأرض بعيدا عن السيول والفيضانات. تابوت نجم عنخ، وهذا التابوت مغطى بصفائح من الذهب ويعود إلى الكاهن نجم عنخ. عاش في عصر الملكة البطلمية، وتم استعادة تابوت نجم عنخ من أمريكا لمتحف الحضارة. الربات الحاميات، وهي مجموعة من تماثيل الربات الحاميات التي عثر عليها في مقبرة الملك أمنحتب الثاني، حيث كانت مسؤولة عن حماية جسد الملك، وتعتبر من أقدم الآلهات التي عبدت في مصر القديمة. تمثال أمنمحات الثالث على هيئة أبو الهول، ويجسد هذا التمثال الملك الجالس على العرش باعتباره صولة الإله شو، ويظهر على هيئة الملك أسد جالس وهو يسيطر على حدود الكون، وهذا التمثال من أحد تماثيل الملك أمنمحات الثالث. تمثال الملك مرنبتاح والرب موت، وعثر عليه في منطقة ميت رهينة، حيث المكان التي كانت تشغله منف القديمة، ويصور التمثال الملك مرنبتاح واقفا في صحبة الإله موت سيدة طيبة وراعية الملكية ورفيقة الإله آمون رع ملك الإله هناك. الإله نيلوس، وهذا التمثال للإله نيلوس رمزا لنهر النيل، ويعد هذا التمثال من القطع النادرة. خونسو، وهذا التمثال لإله القمر وأحد أفراد ثالوث مدينة طيبة خلال عصر الدولة الحديثة، والذي يصور على هيئة فتى. برديات زينون، وهذه البرديات ترجع لزينون الذي كان في عصر بطلميوس الثاني، وهي أرشيف ومن أهم الوثائق التي تلقي بالضوء على الأوضاع الاقتصادية والإدارية في ذلك الوقت، ومنها مجموعة من الإيميلات والمعاملات التجارية المختلفة. كرسي من مقبرة الملكة حتب حرس، وهذا الكرسي المذهب الذي يطفي بريقا أبديا هو من إطار خشبي مذهب يحوي لوحا خشبيا بدون زخرفة. صناديق التوراة،
وهذه صناديق الحفظ لفائف في التوراة، وتكون من الخشب ومصفح ومزخرف بالفضة، وحيث كانت تكتب بخط اليد. البطرشيل، وهو الصدرية أو الرداء الذي كان يرتديه الشمامسة أو القساوسة وأساقفة الكنيسة في الكنائس الشرقية الكاثولية رمزا لكهونتهم. منجلية، وتستخدم للقراءة وحفظ الكتب المقدسة، وهذه المنجلية الرائعة مزخرفة بالطبق النجمي، وكذلك بعض الوحدات النباتية والحيوانية، ويميزها زخرفة الأسد الذي يصطاد فريسته، وهي من العناصر الفنية المتوارثة من الحضارة المصرية القديمة. يوجد أيضا المصحف الشريف من القرن التاسع عشر، حيث كانت المصاحف المخطوطة والمجلدة تحظى بتقدير كبير، حيث كانت تجلد بالجلد المزخرف. لعبة سنت، وهذه اللعبة تعد من أقدم الألعاب وأكثرها شيوعا في مصر القديمة، إذ كانت تحظى بشبيه كبير بين المصريين. منبر جامع أبي بكر بن مزهر، وقد أقام هذا المنبر الخشبي المزخرف على هيئة أطباق نجمية مطعمة بالعاج والصدف، وكذلك بعض الزخارف النباتية وكتابات بالخط الكوفي. مجموعة من الأواني الخزفية، وهذه المجموعة الخزفية المزينة بالبريق المعدني، والتي ترجع إلى عصر الدولة الفاطمية، والتي زخرفت مناظر للعزف والطرب وأشكال طيور داخل وحدات هندسية متعددة، بالإضافة إلى زخارف نباتية حقيقية وكتابات بالخط الكوفي المزهر، وكانت تستخدم هذه الأواني داخل القصور والمنازل. ونأتي إلى كسوة الكعبة الشريفة، وننظر لجمال التفاصيل في الصناعة، حيث على مدار 7 قرون وأكثر ظلت مصر تنسج كسوة الكعبة المشرفة، وكان لها شرف صناعتها. كل هذه القطع والمجموعات من أهم القطع الفنية والأثرية في المتحف، والتي تشير إلى جميع عصور الحضارات المختلفة، الفرعونية والقبطية والإسلامية والإغريقية، بمنظر رائع يليق بهذه الحضارات والتي تشير حضارتنا المصرية.